عمت الفوضى والرعب. الناس ببيوتها صاروا يقتحموا البيوت، شيشان وأجانب وتكفيريين سوريين، وليسوا تكفيريين وليسوا سوريين، بس هن بالأصل سوريين. فاتوا على البيوت، في ناس اندبحت ببيتها من كل الطوائف، وأهل المدينة هلأ اللي عايشين بكل طوائفها بيعرفوا تماما إنه أنا اللي عم قوله صح، لأنه الناس صارت تخبي بعضها عن بعضها، لأنه أنا اليوم تعرضت لإطلاق نار لأني عم صور وعم قل له أنا عم صورك، خذ السيارة بس أنا عم صورك، بس لتعرف سبني وأطلق نار باتجاه البيت. والحمد لله وقت قدرت وتواصلت مع الأمن العام بعد صعوبة بسبب الضغوطات قدروا يحلوا الموضوع. لهيك أنا كل الفيديو وكل ستوري عم وجهها هلا عم وجهها للناس تسمع، ولنقول إنه نحن لازم نسمع بعض، لأنه ما بنسترجي. هلا كمان ما بدنا بقى نسترجي، لا بدنا نسترجي. وشو حقنا؟ أنا بعد اللي شفته اليوم حقي رصاصة، وحقك رصاصة إذا سكتت، لأنه أنا يا سيد أحمد الشرع، وهي المسج موجهة إلك شخصيا. هل أنا مضطرة أخاف من شيشاني على الحاجز مثل ما كنت خاف من الروسي والإيراني؟ هل أنا مضطرة أحط على راسي حجاب؟ إذا مضطرة فقلي ما في مشكلة، أنا بعيش تحت قوانين البلد اللي بدكم إياها، لأنه هي بلدي ما رح أقدر أتركها، بس كونوا واضحين معنا. برجع بقول وبكرر إنه أهل المدينة بكل طوائفها تعرضوا للأذى وللرعب امبارح واليوم الصبح لحد ما فات الأمن العام. كلهم تعرضوا للرعب وكلهم تعرضوا للانتهاكات، قاعدين ببيوتنا خايفين ميتين رعبة، في ناس اندبحت، وبأكد على الموضوع وكل شيء موجود ومصور. وبرجع بقول نقطة مهمة، إنه نحن بس بالحكي قدرانين نوصل لحل، بالحكي من بعض. أنا مجروحة وأنت مجروح وأنت مجروحة، نحن بس اللي قدرانين نحلها وغيرنا مو قدران، لأنه كله مثل بعضه. وبدي أسأل سؤال، هل السيد أحمد الشرع بيقبل السيدة عائشة المحترمة تطلع وتقول يلي هلأ طلعت إنسانيتهم وين كانوا وقت الكيماوي؟ هل أنت بتحب إنه هي تشبه